يا صباح الخير عليكم يا حلوين، وحشتوني كتير كتير. عارفة اني مختفية والله، بس يعني مختفية للغالي، مختفية كده لحاجة غالية ان شاء الله تعرفوها قريب. المهم كنت بصور لكم شكل السما، كان ما شاء الله يا جماعة خطير خطير كده. بس وبعد كده بقى صليت ودخلت اعمل لي حاجة سخنة، عشان كان عارفين انتوا الدور اللي هو ماشي اليومين دول كان عندنا في البيت، ولف لفة حلوة كده. بس المهم قعدت بقى افطر، وبعد كده بقى عملت الروتين بتاع بعد جلسة الليزر يا جماعة. ريحتهم انا مش بحبها، يعني لو هتقولي بكره ايه اقول لكم بكره روتين ما بعد الليزر. بحس كده ان ريحته رز محمر، فاهمين؟ وبعدين نزلت اجيب مكتب، عشان كنت حاسه بجد يا جماعه ان انا مفتقده قوي بعد الجواز ان انا يكون عندي مكتب. مش عارفه ليه اتاخرت في الستيب دي، يعني بجد ليه احنا اتاخرنا في الستيب دي، ما اعرفش، ما حدش يسالني. المهم بقى بصوا الفطار بقى ده، بصوا الدلع بقى يا جماعه. كنت عامله واحده محشيه بالجبنه والتركي، والتانيين عملتها زي مثلا السينابون كده بالقرفة، والتالتة كانت بالزعتر، غالبا زعتر السوري. المهم بصوا من هنا ورايح كادرات للمكتب كتير جدا. المهم طبعا كنت حاطه ديكور كده مبدئي، بس بعد كده بدأت ان انا بقى ايه اطلب بقى شوية حاجات عايزاها ومحتاجاها، لان انا الفترة دي عجباني قوي فكرة الالوان الماركرز والتلوين بيها، بجد عجباني جدا، وعمري ما لونت بيها. يعني تخيلوا انا درست التلوين بكل انواع الالوان اللي تتخيلوها، لا الوان الماركر لا. فالمهم جبت الهايلايتر، وجبت بس قلم الدمج يعني ايه لوحدهم، لان هم كانوا مش موجودين في المجموعة دي. وجبت يا جماعة الكتاب ده من امازون، محدش يجيبه ابدا ابدا، هاتوه من صفحة تكونوا عارفينها، لان بجد الكواليتي وحشة قوي. ده غير ان هو سعره ما كانش رخيص يعني، فانا بصراحة اتضايقت جدا يعني. بس خلاص يا جماعة، عقبال بقى ما ارجعه وفلوسي ترجع لي قصة يعني. المهم رحت بقى اشتري الاجندة الجديدة. تخيلوا بقى جبت شكل ايه. بس المهم بقى كنت عايزه اديكوا ريفيو عن القهوه دي، لانها للاسف طلعت تحفه يا جماعه. وليه بقى بقول كده؟ عشان هي اغلى قهوه جبتها. المهم النوتيلا دي حلوه قوي، بس يا جماعه مش حاسه بطعم البندق فيها، فده اللي ضايقني بصراحه. المهم نرجع لمرجوعنا. بدأت بقى اروق المكتب وانضفه. ليه بقى؟ قولوا لي ليه. عشان طلبت حاجة جديدة من نون، وكنت متحمسة ليها جدا جدا، انتوا مش متخيلين بجد والله. كنت متحمسة وامتى هتيجي ومش عارفة ايه. المهم قعدت بقى انضف المكتب واظبطه. وعايزة اقول لكم على حاجة، انتوا عارفين ان انا بعمل طبعا الريسيبي بوك، والالوان اللي انا كنت بستخدمها للريسيبي بوك هي بتحسسني احساس كده يعني كوزي وبتاع. بس لا، انا محتاجة ان انتوا لما تشوفوا الاكله مرسومه تجوعوا، فاهمين؟ زي ما بتشوفوا الوصفه. فحسيت ان الوان الماركر عايزه اتدرب عليها، عشان كده عشان ان شاء الله استخدمها للريسبي بوك. بصوا الشياكه، بجد تحفه ما شاء الله ما شاء الله، خطيره. كنت متحمسه ليها جدا، والكواليتي بتاعتها طلعت تحفه بجد، شكلها يونيك خطيره. بس فبدات بقى احط الحاجات، وزي ما قلت لكم انا لسه هدلع المكتب ان شاء الله واجيب له ديكورات تانية. بس خلينا كده في شوية الديكورات الحلوة اللي انا حطيتها، مبسوطة بيها الحمد لله. واما انزل النزهة ان شاء الله فكروني ان انا اجيب اضاءة تانية، عشان الاضاءة دي تعبت معايا من المطبخ للصالة للمكتب، تعبت والله يا جماعة معايا. بس انا بحبها وما بشوفها كده بتبسط. المهم بس يبقى فكريني لما انزل النزهة ان شاء الله، عشان ما نزلتش تاني من اخر مرة نزلتها. المهم جبت بقى الاجندة الجديدة. بصوا اخترت الشكل ده، كنت حاسة ان هو معرفش شبهي، حاساه انا قوي. اللي هو بقى ايه يعني، بنوتة كده لذيذة كده ومشروبات، وتحسوا كده ان وراها شغل ومسؤوليات وحاجة. انا لا حسيتني والله يا جماعة. المهم شكلها بجد حلو قوي ما شاء الله، وبجد المحتويات بتاعتها فعلا حلوة. و
لذيذة جواها، جوا الأجندة في حاجات كتيرة قوي قعدت اكتبها، بس يعني لو عايزين ان انا اشارك معاكم الحاجات دي فقولوا لي في الكومنتات. المهم يا جماعه ان الكارت ده كان المفروض ان انا اكتب فيه هو رايح لمين، لو رايح لهديه، بس هو رايح لي انا، فكتبت احلى بنوته. يعني حاولوا دايما يا جماعه اما تكلموا نفسكم تكلموا نفسكم بكلام حلو، لان بلاش الكلام السلبي. انتوا ممكن تسمعوا الكلام الحلو من بره، طب ليه ما تقولوا لنفسكم يا جماعه، ما تقولوا لنفسكم يعني. المهم بصوا ما شاء الله ما شاء الله شكل المكتب بقى مريح كده وكوزي. بس فالحمد لله يا رب على كل النعم الصغيرة والكبيرة في حياتنا، وعلى الإنجازات الصغيرة اللي احنا ممكن نشوف انها حاجة عادية. وقعدت بقى أقرأ قرآن لأنه كان يوم الجمعة، فقرأت سورة الكهف. وبعد كده نزلت يا جماعة كيدز ستيشن، أي أم عارفة هذا المكان، بس قعدت أقرأ وبصراحة استمتعت جدا بالكتاب ده. تخيلوا إن هو مش عندي وإن أنا عمري ما قرأته، بس حبيته جدا. المهم بعد كده قعدت اكتب الاهداف اللي انا عايزه احققها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السنه دي. وطبعا في حاجات كتيره قوي ممكن تقعدوا تكتبوها، يعني ممكن تكون اصلا حاجات ما جاتش على بالكم، فاهمين؟ بس المهم بعد ما بتعملوا بقى كده بتدخلوا على بنترست وبتدخلوا تدوروا على صور اللي انتوا عايزين تحققوها. ها اوكي، ومحدش يقول بقى تصوروا الطريقة ما تصوروش النتيجة، صوروا الاتنين يا جماعة واتبعوا الاتنين. ايه المشكلة؟ خلي يبقى عندكم حماس ونشاط كده عشان عقلكم يتأثر ان دي حاجة حلوة قوي احنا عايزين نوصل لها. واهم حاجة اما تحطوا الفيجن بورد تحطوها في مكان قدام عينكم عشان على طول تبقوا شايفينها. فانا حطيتها هنا على المكتب، وكنت بوريكم بقى باقي الانجازات بتاعتي. بصوا لو انت ايه، والله ما شاء الله حاسه كده بانجاز ما شاء الله. بدات اخد على الالوان اكتر، واستنوا بقى في الريسيبي بوك هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى يا رب ان الفيجن بورد بتاعتكم تكون حلوه ومليانه اماني كويسه وحلوه، ويا رب تحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه واكتر كمان. وهقولها لكم تاني، الفيجن بورد مش مكان لتحقيق الاحلام، هو مكان لتحقيق الاهداف. فانتي ادعي زي ما انتي عايزه مع ربنا، بس اما تيجي تكتبي الاهداف بتاعتك بتكتبي الحاجات المنطقيه بعقلك الصغير. بس طبعا ربنا اكيد كرمه اوسع بكتير يعني، وهيكرمك وهيساعدك اكتر ما بتتمني بكتير، ويمكن حاجات ما جاتش في بالنا اصلا يعني. بس المهم ان انتي عليك السعي وبس. فالفيجن بورد او الاجندة او اي حاجة هتكتبي فيها حاولي انها تكون حاجات منطقية عشان تمشي عليها. يعني مثلا كل 3 شهور هتحققي جزء منها او حاجة منها، كل 6 شهور هتكوني حققتي مثلا نص هدف ده. المهم ان انتي فاينلي لما تيجي السنة ان شاء الله تخلص تكوني حققتي كل اللي تقدري عليه، وتكوني بجد مشيتي على خطوات طول السنة. متتيش بس الفيجن بورد وقت بداية السنة وجيتي بقى في نص السنة سبتيها، وكل يوم هيعدي بكرة هبتدي بعده هبتدي. لا، انتي بدأتي، يبقى انتي كل 3 شهور بتبدأي تشوفي انتي عملتي ايه، انتي وصلتي لايه من اللي انتي كنتي كاتباه. وانا عن نفسي بحب احدد الاسبوع ده هحقق ايه او هعمل ايه ان شاء الله. يعني مثلا بحب اقول ان انا ورايا فيديوهات كذا، ورايا حاجات في البيت كذا، في الشغل كذا. خلاص هو الاسابيع هتعدي، هتبقى شهر، هتبقى 3 شهور، هتبقى 6 شهور، هتبقى سنة، هي بتكون كده. فانتي لازم تكوني حاطة تارجت معين عايزة توصلي له. عشان توصلي له هتعملي ايه يوميا وهتعملي ايه كل اسبوع وهكذا. ربنا يعينكم ويساعدكم ويساعدني ويحقق لنا يا رب كل اللي نفسنا فيه. واهم حاجة ما تنسوش ان اليوم رأس السنة ان انتوا تصلوا ركعتين قبل ما السنة تخلص، وقبل ما السنة تبتدوا بركعتين وتدعوا ربنا في الوقت اللي ممكن يكون في حد بيعمل فيه معاصي. انتوا بتكونوا بتذكروا ربنا وبتدعوا ربنا. وما تنسوش ان احنا في شهر رجب، يعني الثواب مضاعف يا جماعة. فربنا يجعلها سنة خير علينا،
ويجعلنا يا رب السنة دي احسن واقرب بكتير لربنا، ويا رب تحققوا كل اللي بتتمنوه اكتر. وبس كده، انا عارفة انه كان فلوج سريع وكنت مختفية، بس ان شاء الله ان شاء الله قريب هقول لكم انا ليه بختفي كده او كنت مختفية في ايه. ان شاء الله مش هختفي تاني من هنا، بس بس هقول لكم كنت مشغولة في ايه. فادعوا لي ربنا يقويني ويساعدني ويوفقني، ويا رب لكم بمثل الدعوة اللي انتوا بتدعوها لي. وبس كده، اشوفكم بقى فيديوهات كتير وحماس كتير بقى للسنة الجديدة يا جماعة ان شاء الله، وفيديوهات بقى جديدة، وان شاء الله ان شاء الله يكون المحتوى احسن كتير على القناة. وبس كده، وبجد بجد انا عايزة اشكركم واشكر اي حد عمل لي كومنت من اول ما بدأت القناة السنة دي لحد دلوقتي. بجد شكرا، انتوا نعمة كبيرة جدا جدا في حياتي. يعني لو هطلع بحاجة من السنة اللي فاتت هيبقى انتم بجد، لان انا بقى ليا صحاب في اماكن تانية واخوات في اماكن تانية. فشكرا قوي قوي قوي، ويا رب دايما كده سنين جاية كتير مع بعض، ونبقى كتير بقى يعني نكثر اكتر يعني. بس كده، اشوفكم في فلوج جديد. سلام.